7 علامات تعرفك ان عميلك في الطريق للشراء. العلامة الأولى انه سمح لك انك تكمل كلامك بعد مرحلة جذب الاهتمام. في أول المكالمة البيعية بنقدم نفسنا واللي احنا بنقدمه، لما العميل يقول لك تمام اتفضل كده، دي أول علامة انه بدأ يهتم باللي انت بتقوله، ودي أول علامة انه في الطريق للشراء. هتقدر تاخد اهتمام عميلك لما تكلمه عن اللي هيستفيده من اللي انت بتبيعه، مش انك انت تكلمه عن اللي انت بتبيعه بس. عشان كده انت محتاج انك تعلم نفسك انك تدور على الفايدة اللي تشد اهتمام عميلك وتقولها في أول كلامك معاه. العلامة الثانية إنه يجاوب على الأسئلة بتاعتك. لما تبدأ مكالمتك مع عميلك مهم جدا إنك تسأله عن احتياجاته في اللي عايز يشتريه وفي الظروف بتاعته اللي هو عايش فيها، عشان تقدر ترتب معاه الأولويات، وبكده هتقدر تبني علاقة الثقة معاه، لأنك مش هتعمل أي عرض عن المنتج بتاعك، لكن هتختار معاه المنتج الأنسب ليه وتعرضه بالشكل الأنسب ليه. وكونه تجاوب معاك في الأسئلة بتاعتك ده معناه إنه بدأ يهتم أكتر وإنه في الطريق للشراء. العلامة الثالثة إنه يسمع عرضك باهتمام. بعد ما سألت عميلك بتعمل عرض بناء على اللي انت عرفته من العميل، وبالتالي هيكون عرضك مقنع وقوي جدا ليه. لكن احنا لسه في بداية البيع، ولسه بيتعرف عليك وعلى اللي انت بتقدمه، ولسه بيقيمك كبياع. هل هتقدر فعلا تجيب له الانسب ليه ولا لا؟ وكونه سمع العرض بتاعك باهتمام ده معناه ان اهتمامه بيزيد وانه في طريقه للشراء. العلامة الرابعة انه بدأ يعترض. اهم علامة للشراء ان عميلك بيعترض على المنتج اللي انت بتبيعه، مش زي ما كتير من البائعين فاكرين ان الاعتراضات دي حاجة سلبية. بالعكس تماما، هي اشارة ايجابية جدا ان ده معناه انه بدأ يهتم اكتر وياخد القرار الشرائي بجدية اكتر. ودي فرصتك الحقيقية عشان تاخد من اعتراضاته ومن كلامه اللي يخليك تقنعه بالشراء، وخصوصا هي دي المخاوف اللي انت لو ما حلتهاش مش هيشتري. لما العميل بيعترض ده معناه ان اهتمامه وصل للقمة، وتعاملك معاه دلوقتي هو اهم نقطة عشان تقدر تقنعه بالشراء. العلامة الخامسة انه بيرد ردود ايجابية في المتابعة. المتابعة مهارة مهمة جدا بالنسبة لاي بياع عشان يقدر يكمل مع العميل لغاية ما يوصل للاقتناع انه يشتري، ويتأكد ان عميله فهم كويس القيمة اللي هيستفيدها من المنتج اللي بيكلمه عنه، وفي نفس الوقت عرف القيمة اللي هيستفيدها من التعامل معاه. وهي دي محاور الثقة، ان العميل يثق في البياع ويثق في المنتج اللي هيشتريه وفي الشركة اللي بتدعم المنتج ده. لما بتلاقي ردود فعل ايجابية على متابعتك مع العميل ده معناه انه في طريقه للشراء، ودورك هنا انك كل ما تلاقي رد فعل ايجابي منه تبني عليه عشان توصل للشراء. العلامة السادسة انه مستعد للاغلاق، للكلوزنج، ودي الاشارة اللي كلنا طبعا مستنيينها عشان يشتري ونحقق اللي احنا عايزينه ونقبض. الاغلاق هو مهارة مهمة جدا، لان من غيرها انت مش هتبيع للعميل بتاعك. والفرق بين البياع القوي وغيره هو انه بيقفل في الوقت المناسب عشان ما يضيعش العميل ولا يضيع البيعة بتاعته. لما تلاقي العميل اعتراضاته هديت ومقاومته الفكرية للمنتج قلت ومخاوفه اتشالت، انت بكده قدام الجون، وكل اللي عليك انك تشوط عشان تجيب الجون بتاعك، ودي اخر علامة للشراء. العلامة السابعة انه يبلغك انه كان مبسوط بالتعامل معاك، ودي مكافأة البياع الحقيقية، انه يعرف ان عميله بيفتح له الطريق عشان يبيع له تاني، او انه يقول لكل اللي هو يعرفهم ان هم يشتروا منه. كل بياع ناجح مش بيشتغل على عميله عشان يشتري منه مرة واحدة، لكن هو يشتري منه اكتر، وبالتالي يقدر يحقق نجاح اكبر بكتير، لان المجهود المبذول مع العميل الجديد بيساوي 7 اضعاف المجهود المبذول مع العميل السابق. لما تلاقيه مبسوط بالتعامل معاك دي فرصتك الذهبية عشان تضاعف مبيعاتك بمجهود اقل وفي وقت اسرع بكتير. قول لنا في التعليقات لو عندك علامة تانية بتعرفك ان العميل في الطريق للشراء، ولو عندك اي سؤال ابعتهولي وان شاء الله هنجاوبه مع بعض.